اولا بغيت نوضح واحد المساله، وشكرا للموقع ديالكم الموقر على الاستضافه. باش نوضح، المجلس فيه جوج ديال المجموعات. المجموعه الاولى فيها مدربين هما اللي كيدوزوا بالنهار مع المباريات باش كيحلوا على المستوى الفني، هذاك ما فيهش جدال، فيه نقاشات ديال المدربين، تحليل ديال المباريات. الفوج الثاني اللي كيكون بالليل هذا يعتبر من المجالس الترفيهيه على المشاهد الكريم، وعنده واحد الاهداف، واحد التوجه خاص، انه فيه اعلاميين، فيه بعض اللاعبين القدامى، ما كتلقاش مدرب، كتلقى لاعبين قدامى مع صحفيين. وبالتالي الى جينا نقلبوا على الاعلاميين اللي كاينين في الفوج اللي كاين بالليل، ربما عبدوا ربيه من المغرب، باقي كاين من السعوديه، باقي الاخرين كلهم لاعبين سابقين، المنتخب التونسي، المنتخب الكويتي، المنتخب الاماراتي، المنتخب السوري باطار وطني ديال سوريا، المنتخب الاردني باطار وطني في اكاديميه في الاردن، مصر لاعب سابق بركات، بن الشيخ اعلامي كذلك من الجزائر، انسان محترم، الا روان او رواس اللي يعتبر يعني كإنسان قديم في هذا المجلس من 2009، وبالتالي ما هو إعلامي، ما هو لاعب قديم، ما هو حتى شي حاجة، وبالتالي هو ينتمي إلى سلطنة عمان. بالإضافة ما نساوش نشأة اللاعب السابق ديال أكرم ديال المنتخب العراقي، بالإضافة للمحللين ديال قطر اللي هما إعلاميين في قطر. يعني الفوج الثاني كيكون فيه واحد النوع من المجلس شنو هو باش يعرفوا المشاهد والتوضيح، انك تكون جالس بحال جالس في الدار، ما كاينش بروتوكول بحال اللي عندنا حنا في الصحراء في العيون كيديروا جلسه شاي، واحد كيتي باتاي صحراوي كيوزع بالكيسان، كاين ديك التقاليد انه ملي كيشرب الكاس كيكركبوا مع الحصيره باش يجي لعند سميتو، اللي جابوا واقف كيزيدوا اتاي، يعني هذه تقاليد وعادات. وبالتالي نفس الجلسه، هذه جلسه يعني كيقول لك ماشي بالضروره اننا يعطيك الاذن باش تتكلم، ممكن تدخل في اي وقت. جرت العاده على انه باش يتحقق البوز في هذا المجلس كيكون هناك مناوشات، مره كنحاولوا نشوفوا شي واحد اللي تجي فيه النوبه، ولكن باحترام وماشي تجاوز الخط الاحمر بدون مس المقدسات ديال البلاد. وبالتالي ما وقع مع الكويت هو اول ما وقع، انه تجاوز عندما اتهم المنتخب المغربي اقل من 20 سنه الفائز بكاس العالم على الارجنتين بالشيلي، قال بانه هناك يعني تزوير في الاعمار، وهذا اتهام خطير وقد واجهته بصرامه، ومن حقي كمغربي ان ادافع على المغرب وان ادافع على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بشكل من اي اشكال، سواء بالنرفزه سواء باي شكل، لانه لكي تقابل مثلا هذا النوع من الاشخاص خاصك تكون يعني تواجههم بالاسلوب اللي هما تكلموا به. هذا جانب، ولكن رغم انه الكويت اعترف في الاخير على انه لم يمس المغرب، وانما قال بان في افريقيا كان تزوير وكذا. على اي نفس الشيء بالنسبه لسلطنه عمان، يعني هنا تختلف الثقافه، تختلف حتى منطق النقاش. للاسف ان رواس من الناس اللي كيحاول المهمه ديالو في البرنامج هو اثاره المشاكل سواء مع الاماراتي كما شفناه بالامس، من بعد يعني انه مسني انا شخصيا لانه انت ما غتكونش في الملعب، وبالتالي بدينا كندخلوا في المناوشات. من بعد انه كيولي المصطلحات الزائده انه يقول لك انت مهرج وكذاب وممثل، هنا كيولي الانسان كيدخل في الشخصيه. اذا من حقي هنا انني ندافع باي وسيله كانت. ما نساوش بان عبد ربيه مصاب بداء السكري، واعتقد على انه الناس اللي كيعرفوا السكر ما يمكنش انك تكابطي راسك في واحد الوقيته، رغم انني بكل صدق انني ما تجاوزش الحدود ديالي في النقل المباشر، وبالتالي لم اشير باي اتهامات لاحد، والحمد لله في الاخير كتبقى العلاقه الطيبه بيننا وبين الاخوان، يعني كاين هذه مناوشات وكل شيء كيخرج ضاحك، لانه هذا هو الهدف من المجلس، ماشي تحليل فني. لان سمح الله بعض المغاربه، انا كنقولها من هذا المنبر، يعني حتى قناه الكاس ملي كتقرا التعاليق كتقول لك يعني بكل صدق علاش كل العرب يشيدون بعادل الرحموني الا بعض المغاربه اللي وصلت 10%، يعني هذه نسبه قليله اللي كتقول بانه ماشي اسلوب، ماشي كذا، ماشي هذه، ماشي هذه. نوضح واحد الصوره، اغلبيه الناس كيقول لك لا احنا ماشي عرب، احنا امازيغ. اعتقد هذا خطا. نحن من السكان
البربر الاقدمون يعني من الامازيغ، ولكن راه في نفس الوقت حنا عرب، لاننا سياسيا عرب، وبالتالي سياسيا راه حنا دوله اسلاميه، بالتالي عربيه. كنحضروا في مؤتمرات عربيه سواء ثقافيه فنيه رياضيه، وبالتالي مشاركه المغرب في كاس العرب فهو عربي، وبالتالي ما نحاولوش نقصوا من الهويه ديالنا. نحن من السكان البربر الاقدمون، ولكن في نفس الوقت راك عربي. وبالتالي باش نصحح المعلومه ديال الناس باش ما يبقاوش يتهجموا بديك الطريقه. من حقك تنتقد ولكن بدون تجريح. ما متفقش معايا تهضر معايا بخطاب حضاري، لان انت ماشي في المجلس معايا باش تهضر بالتهريج. ممكن تهضر معايا باسلوب حضاري، تقول بانه انا ما متفقش معك استاذ، المنتخب السوري كيفاش كان، المنتخب الاماراتي كيفاش كان وكذا. انا من زاويتي باش نغناقش، لانه اللي سبقوني راه ناقشوا كاع المباريات وناقشوا المنتخبات. انا باش نجي نناقش غنناقش على مباراه، ما يمكنليش نناقش على المغرب بوحده. واش المغرب لعب مع شي جنون؟ راه لعب المغرب مع سوريا. وبالتالي انا كانت الفكره ما خلاونيش تنوصلها، هو ان سوريا يعني لعبت المباريات ديال دور المجموعات فعلا خلقت المفاجاه، ولكن خصنا نعرفوا بان المنتخب التونسي والمنتخب القطري ما كانوش في الحاله ديالهم الفورمه مزيان، عكس المغرب فاش شفناه مع جزر القمر في الشوط الاول ممتاز، والشوط الثاني لانه حسم النتيجه ب 3-0 ورجع في ضد سلطنه عمان كان شويه اللاعبين تايهين، ورغم ذلك استطاعوا رغم النقص العددي تقريبا الشوط الثاني بناقصين ب 10، يعني لاعبين ب 10 لاعبين. الضغط الاعلامي المغربي خلى المغرب يبان ضد السعوديه بشكل جيد. اذا انا السؤال اللي وضحت لهم انه واش 3 المباريات ديال قطر وديال تونس ما حاولوش يصحوا، ورغم ان تونس لعبت بشكل جيد وقطر لعبت بشكل جيد، ولكن الجزئيات تحكمات في المباريات ديالهم اللي جعلت سوريا تسجل التعادل في اخر لحظه على قطر، اللي جعلت فلسطين تسجل على قطر في اللحظات الاخيره في المباراه الافتتاحيه، اللي جعلت تونس كذلك كينهزم مع سوريا، اللي جعلت انه تونس واخا انتصرت على قطر صاحبه ارض الجمهور بحصه قويه 3-0. هذا يدل على ان كاين هناك خلل في المنظومه ديال كره القدم لا على مستوى قطر ولا على مستوى تونس. وبالتالي التركيز ديال المنتخب التونسي في كاس افريقيا، التركيز ديال قطر في اللائحه ديال الرسميه ديال كاس العالم القادمه بالولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكندا. وبالتالي هذا هو التوضيح اللي بغيت نوضح، لانه هذه المباراه غتكون فاصله، ماشي مباراه ديال جمع النقاط، وبالتالي ما غتكونش تكتيكيه. وفي الاخير غنشوفوا الوجه الحقيقي ديال المغرب، واش المغرب اليوم غادي يبان لنا بانه غادي يقدر يمشي بعيد ويفوز بكاس العرب ولا لا، لان هذه مباراه فاصله ما فيهاش تكتيك. خصني نرجع الدفاع، خصني نمشي التعادل، خصني نبحث على كذا كما دار مع سلطنه عمان. نفس الشيء بالنسبه لسوريا طاحت في منتخب قطري اللي انتصرت عليه، تعادلت معه في اخر لحظه، يعني انتصرت على تونس. هادو منتخبات المستوى ديالهم كان ناقص في هذه البطوله باعتراف الجميع المحللين.